كل حاجة لازم تبقى بشكل معين. هو في ناس كده كل حاجة تبقى في مكان معين، يعني ما ينفعش تبقى جاية كده ولا جاية كده، لازم تبقى في مكان معين. كل حاجة لازم تبقى منظمة بشكل معين. وأحيانا كتيرة الناس دي بتبقى مشغولة في التظبيط أكتر ما هي مشغولة في إنها تنجز. ساعات بتبقى أفكار في دماغهم طول الوقت موتراهم. لا هي مش المفروض تتحط كده، هي تتحط كده. لا هي أحسن لا تبقى كده. هو مين اللي حطها كده؟ تلاقي إن الناس دي مشغولة بالتفاصيل اللي حواليها لدرجة إن ده بياخدهم أميال وأميال بعيدة عن لب الموضوع. وممكن تبقى الأفكار اللي في دماغهم اللي بتوترهم هو أكتر مثال واضح للناس كلها، هي إيديا نظيفة ولا لأ؟ وأنا بغسلها أحس إنها لسه ما نطفتش، فاغسلها تاني، فاغسلها تالت، فاغسلها رابع، فيغيبوا في الحمام. لو بيعملوا أي حاجة فلها نمط معين وإحنا بنعمل، ما ينفعش إن هم يعملوها بشكل عشوائي زي ما إحنا متعودين. هو لازم نمط معين يتعمل بيه الحاجة. إذا النمط ده ما اتعملش يبقى الحاجة ما اتعملتش. وهنا حاجتين، مش بس النمط، انه كمان اي خلل في النمط يخلي الحاجه تبقى ما اتعملتش. فاحنا بنفسرها بانه اتس اول اور نان، يا كل حاجه بيرفكت يا ما اتعملتش خالص. ساعات بتجيلهم افكار في ذهنهم يقعدوا يفكروا 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 في نفس الفكره وهم قاعدين في نفس المكان. هو انا قلت ما قلتش، هو انا اتفهمت ما اتفهمتش، هو انا كان المفروض ارد كده، لا انا ما ردتش كده، كنت اقول كده ولا اقول كده. لوبس 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 لوبس، عمال يلف في دماغه ويمشي يمشي يمشي لما يتعب جدا ومش مرتاح، متوتر ومتضايق. ايه اللي انا بتكلم فيه ده؟ بعض الاعراض اللي ممكن نشوفها عشان نشخص الوسواس القهري.